أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، أستهلها بأهم وأبرز العناوين. انعقاد المؤتمر التأسيسي لمصممي الأزياء. دعم مالي لمتضرري الحريق في عصب. تطور خدمات مستشفى جندع الإقليمي. مصرع 12 شخصا إثر تحطم ناقلة وقود وانفجارها بوسط نيجيريا. بايدن يؤكد في قمة الآسيان على التزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم. وتحذير أوروبي من أشهر صعبة وركود اقتصادي سيضرب دول الاتحاد. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. عقدت الجمعية الوطنية لمصممي الملابس مؤتمرها التأسيسي يوم 12 من نوفمبر في العاصمة أسمرة تحت شعار تنوع الأزياء القومي انعكاس للهوية. وقال مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة تخلي في مراسم افتتاح المؤتمر بحضور وزيرة السياحة السيدة أسكالو مانقاريوس ومسؤولون مختلف المؤسسات والمصممين، قال إن التأطير في جمعية على مستوى الوطن بفتح الباب لعمل منظم وممركز، داعيا لتعزيز مساهمة الجمعية في كل مجال بما يعكس الهوية والتراث. وأوضح السيد أبراهام سلطان من اللجنة التحضيرية أن عروض الأزياء بدأ قبل 10 سنوات ويسهم في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى، وأن التأطير في جمعية وطنية له دور كبير في عكس الهوية والتراث استفادة من التجارب المكتسبة. وقدمت في المناسبة أوراق عمل حول الهوية الثقافية وأزياء القوميات والتراث المادي وغيرها. وصادق المؤتمر على لوائح الجمعية وانتخب هيئة إدارية لسنتين. وشكر مفوض الثقافة والرياضة سفير زمدة تخلي في ختام المؤتمر المؤتمرين لنجاح المؤتمر، داعيا أعضاء الجمعية للعمل لتطوير الأزياء بعكس الجذور الإريترية والثقافة والهوية، مؤكدا تقديم المفوضية كل الدعم. قدم دعم مالي ل17 أسرة احترقت ممتلكاتها يوم 21 من يوليو في مدينة عصب. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في إدارة مدينة عصب السيد تسفاي جبر سلاسي في مراسم تقديم الدعم في 9 من نوفمبر تقديم حوالي 333 ألف نقفة لهذه الأسر تبرع به عمال المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية. وذكر بناء منازل 6 أسر وتقديم العون اللازم لها بمبادرة دعم من إدارة المدينة والشعب والشركاء. وشكر مؤسسات الحكومية والجبهة وإدارة الإقليم والقيادة الشرقية ووزارة الصحة وأصحاب المتاجر للدعم المقدم. وأشار المدير العام لقيم الخدمات الاجتماعية أو لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد حمد علي ومدير مديرية عصب السيد تسفاي زرأي إلى أن مساعدة المحتاجين مسؤولية عامة، موضحا اتخاذ الشعب المبادرات التي يجب مواصلتها. وأوضح المتضررون الحاصلون على الدعم أن العون ساعد في تخفيف مصاعبهم وشكروا الداعمين. الجدير بالذكر أن حريقا اندلع في 21 من يوليو في مدينة عصب جراء ماس كهربائي في متجر إلكترونيات دمر 13 منزلا و7 متاجر وممتلكات تقدر بحوالي 5 مليون نقفة. أوضح مستخدمو مستشفى جندع الإقليمي أن المعدات الحديثة في المستشفى ساعدت لتقديم خدمات جيدة. وذكر المواطنون توجههم في السابق إلى العاصمة أسمرة للحصول على خدمات العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والتي يحصلون عليها حاليا في مستشفى جندع. وذكر المدير الطبي للمستشفى الدكتور سامييل ولد جبريل أن سد احتياجات المعدات الطبية الحديثة ساهم في سرعة العمل وجودة الخدمات، واكتمل الحل بتوظيف خبراء الجراحة والتخدير. وأشار المدير الإداري والمالي في المستشفى السيد كساتي كحساي إلى أن صيانة البنية التحتية كان لها دور في الخدمات العامة، مناديا لمواصلة أنشطة نفير النظافة التي تجري في المستشفى.
هذا ويضم مستشفى جندع الإقليمي المرجعي 108 غرف للتشخيص والرقاد والإدارة والأنشطة الخدمية الأخرى. سلم مواطنان مهتمان وثائق تعد ل50 سنة عن أنشطة المنظمات الجماهيرية في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في شمال أمريكا إلى مركز البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وأوضح المواطن يمان فقادو المقيم في سياتل في مراسم التسليم في 11 من نوفمبر أن الوثائق الورقية والفيديو تضم 900 فايل بسعة أكثر من 2.4 تيرا بايت، وتشمل أنشطة المنظمات الجماهيرية والمقابلات التي نشرتها مختلف وسائل الإعلام عن إريتريا في فترة الكفاح المسلح وبعد الاستقلال. كما قدم السيد أبراهام يوهانس الذي كان مقيما في شمال أمريكا ويعمل حاليا في مدرسة أو مدرسا في كلية الهندسة والتقنية في مينفحي وثائق تضم 144 أشرطة فيديو ومناشير وكتيبات ورسائل ومحتوى السيمينارات والمهرجانات والمؤتمرات من الفترة من عام 1971 وحتى عام 2003. وأوضح مسؤول الاستكشاف والتنقيح في مركز البحوث والتوثيق السيد يوسف إدريس لوكالة إرينا أهمية الوثائق المقدمة وشكر المواطنين المهتمين. وعرب المواطنان يمان فقادو والأستاذ أبراهام يوهانس عن ارتياحهما لتسليم الوثائق التي حافظا عليها باهتمام إلى المركز لترسيخها أو لتسخيرها للخدمة العامة. عقد قسم السياحة في إقليم القاشبركة سيمينارا لأصحاب وعمال المرافق الخدمية في مديرية أقردات حول جودة ونظافة الخدمات وحسن الضيافة. وقدم مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد والتوعية في القسم السيد سمرت قبر مدهن شرحا حول الوسائل التي يجب توفرها لتقديم خدمات جيدة للزبائن. وقال إن المرافق الخدمية باعتبارها جزء من السياحة الصناعية فإن جعلها جاذبة من ضمن الأولويات. وحث أصحاب المرافق الخدمية والعمال لتصحيح الأخطاء وتقديم الخدمات الجيدة على أساس قيم المجتمع والموارد الوطنية. من جانبه دعا مسؤول جمعية المرافق الخدمية في إقليم القاشبركة السيد فرزقي تسفاقرقيس المرافق الخدمية لتقوية ارتباطها بالجمعية لتطوير الكفاءة والمنافسة. ونشد المشاركون لاستمرارية التنوير والتدريب الذي يطور عملهم. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية فابقوا معنا. على الصعيد العالمي أعلنت الشرطة النيجيرية مصرع 12 شخصا على الأقل إثر تحطم ناقلة وقود وانفجارها على طريق رئيسي في ولاية كوجي بوسط نيجيريا. ونقل الشبكة ABC نيوز الأمريكية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن مكابح الناقلة تعطلت بينما كانت تسير على طريق رئيسي بولاية كوجي، مما تسبب في اصطدامها بسيارة واندلاع النيران فيها لتسحق بعد ذلك عددا من السيارات وتتسبب في مصرع 12 شخصا جميعهم احترقوا حتى الموت. يشار إلى أن الحوادث أو حوادث الطرق شائعة الحدوث في نيجيريا بسبب الحمولة الزائدة وتردي حالة الطرق والسرعة الزائدة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم 850 مليون دولار لدعم الروابط الأمريكية مع دول الآسيان، قائلا أن يشهد عصرا جديدا من التعاون مع الآسيان. وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أمام قمة الآسيان، وذلك في إطار محادثات بين رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا وعدد من زعماء العالم. ومن المقرر أن يعقد بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتونيو ألبانيز محادثات منفصلة مع رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا، في حين تحاول المنطقة التغلب على التنافس المتزايد بين الصين والقوى الغربية.
والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كاهتيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزعماء الآسيان أمس الجمعة أو أول أمس الجمعة. وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية في الأسبوع الماضي إن بايدن سيركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي في مناقشاته. أطلق الاتحاد الأوروبي تحذيرا من أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال فترة الشتاء، في وقت رفعت بروكسل من توقعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وجراء الحرب في أوكرانيا ترزح أوروبا تحت وطأة الهزات الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وسددت ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة. وقالت المفوضية الأوروبية إن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخل منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من عام 2022. كما توقعت بروكسل بأن أداء ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد سيكون الأسوأ على مستوى التكتل، حيث يرجح أن تسجل انكماشا نسبته 0.6% في العام المقبل. في النبأ الأخير، أطلقت الصين قمرا صناعيا بيئيا جديدا، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمال البلاد. وتم إرسال القمر الصناعي يونهاي 3 على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل لونغ مارش 6. ودخل القمر الصناعي المدار المحدد مسبقا، حيث سيتم استخدامه لأغراض مسوح الغلاف الجوي والبيئة البحرية ومسوح البيئة الفضائية والوقاية من الكوارث والحد منها والتجارب العلمية. وتعتبر هذه المهمة رقم 448 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش. كما أطلقت الصين مركبة الشحن الفضائية تيانشو 5 لتوصيل الإمدادات لمحطة الفضاء التي يتوقع اكتمال بنائها بحلول نهاية العام الحالي وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. انعقاد المؤتمر التأسيسي لمصممي الأزياء. دعم مالي لمتضرري الحريق في عصب. تطور خدمات مستشفى جندع الإقليمي. مصرع 12 شخصا إثر تحطم ناقلة وقود وانفجارها بوسط نيجيريا. بايدن يؤكد في قمة الآسيان على التزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم. وتحذير أوروبي من أشهر صعبة وركود اقتصادي سيضرب دول الاتحاد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.